أعزائي، دائما يوجد مشكلة بأرجل كناري أو الأظافر، يبقى بالأوساخ أو الفضلات بهذا الشكل كما تلاحظون. هسه الآن هذا ما نقدر نسحبها لأنه متلاصق، وهذه نسبة قليلة. طبعا لما كل ما كان كثير كل ما كان سحبه أصعب، ولازم أن لا نسحبه، لأن إذا سحبناها بقوة في أغلب الأحيان يخرج مع الأظافر وتصاب الكناري بالنزيف، وغالبا ما يكون الخطر على حياة الكناري. حتى لو ما كان خطر، يعني ما مات الطير من النزيف، هذه الأظافر إذا سحبناه يعني طلعناه، يعني ما ينمو مرة أخرى ويبقى الأرجل بدون أصبع. نأتي بالبلايز، احنا نسميه بلايز، أو والله بالعربي ما أعرف يعني بالذات، بس نأتي بالبلايز بهذا الشكل، نضعها بحذر من غير أن تصل للحم على الأظافر بهذا الشكل. ولازم أن نكون حذرين بأن لا يكون أي أظافر أخرى داخلة كما نشوف الآن. هسه الآن أضغط بشكل قليل، يعني بحذر شديد، أضغط على الفضلات حتى أحس به بأنه مثل ما نقول انكسر أو ضغطنا عليه، ونطلع نشوف الآن طلع الأوساخ. ونجرب هون أيضا بهذا الشكل. كما لازم نكون حذرين، يعني إذا هذه الطريقة يكون أسهل طريقة، وأنا جربتها أكثر من مرة. يعني كما تشوفون الأرجل الأخرى ما موجود فيها، لأن إذا موجود قليل، لأن إذا نحتاج إلى أن نضعها مثل المرة قبل سنة أو سنتين عملناها وضعناها بماء دافئ حتى يعني تصبح الأوساخ. الآن خلاص نظف الأرجل من غير أي مشكلة، بس لازم أن نكون حذرين بأن لا نضغط إلا بشكل يعني نحس به أننا ضغطنا على الفضلات بهذا الشكل. نظف الأرجل لا يبقى بها أي أوساخ. وشكرا.